مصر ليست دولة تاريخية، مصر جاءت أولاً ثم جاء التاريخ. فكرة البنى موجودة عند المصريين من آلاف السنين. جين زيادة اتميزنا بيه عن أي حد في الدنيا، ومع أول رجل دبت على الأرض بدأت الحضارة، ومحدش قدر يوقفها لحد النهاردة. أهرامات في كل حتة، معابد ومسلات وقف قدامها العلم عاجز عن تفسير أسرارها، وكان مستحيل الحكاية تخلص لحد هنا. فضل المصري يطور من نفسه ويواكب الزمن لحد ما جت فكرة بناء القاهرة، المدينة اللي اتبنت 5 مرات في 5 عصور مختلفة، كلهم كانوا في حضن جبل المقطم. القاهرة اللي وصفها المؤرخين إنها بتتحول عروسة جديدة في كل مرة. وعلى مدار 1000 سنة من التطوير والتوسع كانت هضبة المقطم شاهد حق على كل اللي حصل وبيحصل بإيدين المصريين اللي سابوا بصمتهم على الأرض دي من 10,000 سنة ولسه مستمرين. مع شمس كل يوم كان في حاجة جديدة بتحصل، بنى وتطوير ومشاريع في كل حتة، جمهورية جديدة بتتولد بتأكد إن المصريين عمرهم ما عرفوا المستحيل، وإن الظروف والزمن والوقت مجرد أرقام قصاد كل إنجاز حصل وبيحصل على أرض مصر. مع كل نقطة عرق كانت بتنزل على الأرض في تاريخ جديد بيتكتب، حلم بيتولد، ضحكة من القلب بتطمن الناس وتهون عليهم. وعلشان المقطم كان شاهد على كل الإنجازات دي، قررنا إننا نحفر في الصخر علشان نطور أعرق وأعلى مكان في القاهرة، مع أجمل مشهد ممكن عينك تشوفه بيجمع الهرم وبرج القاهرة والقلعة في صورة واحدة. تخيل إن مصر كلها هتبقى قدام عينيك. زي طريق كورنيش لما قالوا لنا، قلت لهم لا، وسعوا على الناس واعملوا كورنيش جميل، خلوا الناس اللي موجودة في المقطم تسعد بيه. لا أستطيع أن أخفي سعادتي ونحن نخطو الخطوة الأولى في مشروع تطوير هضبة المقطم، هذا المعلم التاريخي الذي عرفت به القاهرة وكان شاهداً على كل حضارات مصر القديمة والحديثة. المشروع والمكان مميز جداً، محتاجين نعمل له كل الدراسات المطلوبة واللازمة عشان تليق بالمكان، ومقتنعين تماماً بقدرة قطاع الأعمال على إنه هو قادر إنه هو يعمل تغيير في حركة التنمية. المشروع يتكون من 3 مناطق، منطقة عليا تسمى الكورنيش، ومنطقة المصاطب، ومنطقة الهضبة الوسطى. فحيكون الهضبة الوسطى مخصصة للإسكان بحدود تقريبا 6000 وحدة سكنية. الكورنيش حيكون للترفيه، مطاعم بطول 5 كيلو و600 متر. المنطقة اللي بينهم اللي هي الميول والمصاطب حتكون متنوعة ترفيهية. الميزة بالمشروع أنه مفتوح للجميع. تطوير منطقة المقطم هنتكلم على تكلفة 32 مليار جنيه، وتطوير مساحة 2 مليون متر مربع من كورنيش المقطم. احنا المشروع عندنا متقسم ل3 أجزاء. الكورنيش زي ما قلت لحضرتك طوله 5.5 كيلو، ده مساحته بمنطقة المصاطب اللي تحتيه هتصل ل1,200,000 متر مربع. احنا هنبني على مساحة لا تتجاوز 10% بس. وعندنا 750,000 متر في الهضبة الوسطى، ده هيبقى جيتد كومباوند او كومباوند مقفول زي ما بيقولوا، متكامل الخدمات. احنا جبنا أكبر استشاريين عالميين وأكبر استشاريين مصريين للتصميم. أولا استعدنا بالخبرات الأجنبية في تصميم المناطق الجبلية، لأن تصميم المناطق الجبلية غير وارد في مصر، لأن احنا عندنا الجبال مش كتيرة، فاحنا عايزين نخلق تجربة جديدة للحياة الجبلية في المقطم.
ان الزائر للمنطقه وللمشروع بعد انتهائه ان شاء الله يعيش تجربه فريده من نوعها. دايما الرسائل اللي بتيجي من فخامه الرئيس ومن دوله رئيس الوزراء هي رسائل دايما متفائله، واحنا شايفين بالارقام وبالعوائد اللي موجوده ان الدنيا عمت ازاي، وانا شايف ان احنا رايحين لتحسن ان شاء الله اكتر ما احنا متوقعين. اتمنى ان احنا نشوف الاداره والعائد على حجم الاستثمارات اللي موجود اعلى من اللي موجود حاليا. شعب مصر العظيم، انني اجدد معكم العهد واصدقكم الوعد بان نبدا جمهوريتنا الجديده المولوده من رحم ثورتكم العظيمه في 30 يونيو، عازمين على المضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء. هضبة المقطم، الحكاية بدأت من هنا.